برشلونة يعيد إشعال حلم كريم أديمي عودة النجم الألماني إلى رادار برشلونة. عاد اسم كريم أديمي ليشعل أروقة الصحافة الإسبانية من جديد بعدما أعاد نادي برشلونة فتح ملف اللاعب الألماني الذي طالما كان ضمن قائمة أحلامه منذ تألقه اللافت مع ريد بول سالزبورغ عام 2021. يبدو أن الزمن دار دورته، لكن الإعجاب الكتالوني بأديمي لم يخفت أبداً. في صيف 2022 خطف بوروسيا دورتموند الموهبة الألمانية مقابل أكثر من 30 مليون يورو، وضعا فيه آمالا كبيرة ليكون أحد ركائز المستقبل. ومع ذلك عرفت مسيرة اللاعب بعض التقلبات قبل أن يستعيد بريقه هذا الموسم تحت قيادة نيكو كوفاتش، حيث ساهم ب3 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 13 مباراة، مؤكدا أنه ما زال يمتلك الكثير ليقدمه. صحيفة بيلد الألمانية كشفت أن إدارة دورتموند تسعى لتمديد عقده حتى عام 2029، لكن تعثر المفاوضات قد يفتح الباب أمام رحيله في الصيف المقبل، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في 2027، ما يجعل بيعه قبل دخوله العام الأخير خطوة منطقية لتجنب خروجه مجانا. أما في برشلونة فالوضع مختلف. الأزمة الاقتصادية لا تزال تقيد تحركات النادي، لكن الإدارة الرياضية برئاسة ديكو تضع أديمي تحت المجهر في انتظار فرصة مواتية للانقضاض على الصفقة. فالموهبة والسرعة والقدرة على الاختراق التي يمتلكها الجناح الألماني قد تكون القطعة المفقودة في تشكيلة تشافي المستقبلية. ربما لا يحدث الانتقال قريبا، لكن عودة اسم أديمي إلى المشهد تعني شيئا واحدا: برشلونة لا ينسى أهدافه وإن طال الزمن. فالعيون الكتالونية تراقب، واللاعب الألماني يعلم جيدا أن الحلم ما زال حيا. هل يكون كريم أديمي هو الصفقة القادمة التي تعيد السرعة والدهشة إلى جناح برشلونة؟ الأيام وحدها ستجيب